طبعا انا بادئه يومي من بدري، بس يومي معاكم هيبتدي من هنا. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الشمس عامله ازاي؟ ما شاء الله. بس حان وقت الخبيث. انا عمري ما خبزت، بس حان وقت الخبيث. ازاي ما اعرفش، نشوف دلوقتي. نفتح بس كده، عايزين بصل. نفتح بس كده الشباك عدل كده عشان ايه الدنيا تتهور منبقاش مجروحين ومفيش دبان يخش. يلا بينا. بصراحة استنوا كده، انا البت ملك بنتي الله يسترها يا رب ويكبر بخاطرها. انا مش جاي اشحت يعني ولا حاجه، بس بتكلم معاكم بالطبيعي يعني. خرجت امبارح في زياره عائليه وقلت لها يا لوكا ظبطي الدنيا كده وظبطي الشقه. جيت من بره لقيتها ما شاء الله تبارك الرحمن مظبطه الدنيا خالص. وانا النهارده كنت المفروض اطلع سمك. هطلع السمك بما اني اشغل الفرن اللي تحت، بس هعمل ايه النهارده؟ هعمل حاجه انا ما عملتهاش من سنين، غير مره او مرتين مع اخواتي في المنصورة لما بنروح على الاجازات بتاع الاجازات الكبيرة وكده يعني، اللي هي بتاع اخر السنة ودي. بس طبعا هقوم بالمهمة دي النهاردة لوحدي، وهعملها مفاجأة للعيال. هتعملي ايه؟ هخبز خبيز بتاع زمان. المكنة بتاعتي من يوم ما اتجوزت تقريبا ما شغلتهاش غير مرة، او ما اشتغلتش خالص، مش فاكرة. فانا الاول هعجن هنا. انا طبعا جبت الصبح بعد ما الولاد مشوا حمرت لهم بطاطس وجبنه طعميه وهنا حلاوه طحينيه والكلام ده. عملت لهم سندوتشات يعني، ولو ما فيش حاجه خالص بدي لهم جبنه عادي خالص يعني، سندوتشات جبنه بس. واقول لهم ابقى هاتوا كيسين شيبسي ولا حاجه اي غمسوا كل واحده كيس يعني. المهم جبت ايه، مشيوا وفطرت انا. اكلت ايه؟ طعميه بعيش بقى ايه، طازه جايبه الفرن. بس هي اتضربت في دماغي ان انا اخبز عيش. عندي دقيق قمح هيبوظ والله هيبوظ. فانا هعمل ايه؟ هخبز عيش وهعمل قرص. طب ما تعملي قرص بس. هي ضربت معايا شغل المكنه واشد هي ضربت طالما مفيش ورايا حاجه هعمل. جبت سمنه عشان لو هعمل قرص، وجبت بكوان خميره، وجبت كيلو دقيق. ده الصبح بعد ما هما ما مشوا وانا نازله اجيب اللبن. تمام. ده دقيق بتاع الحلويات اللي هو انتوا عارفينه ده يعني. دي القمح بقى استنى اجيبهم يعني. ثواني. بصوا يا ولاد عندي دقيق قمح قد ايه. اسيبه؟ مش هسيبه. انا سبته كتير بصراحه، خايفه يبوظ، ولو باظ هزعل قوي لو باظ. بس انا عايزه منكم حاجه. انا دلوقتي هستخدم منه حاجه بسيطه. تمام. انا عندي متابعين سعوديات كتير قوي هنا، لان انا جربته مره عملت بيه ابابير اللي هي بالسمن والسكر دي في الفرن تحت، بس حسيته ناشف. انا كنت عاملاه قمح بس ما كنتش حطيت عليه دقيق استرالي ولا حاجه بصراحه. بس قولوا لي هو الدقيق ده، انا هوريه لكم دلوقتي للسعوديات بقى مش المصريات. الدقيق ده بتعملوا بايه؟ يعني بتخبزوه ازاي لو انتوا بتخبزوا في البيوت، او بتعمل بايه؟ مش فاهمه يعني. انا المره دي هضيف عليه دقيق استرالي، قلت يمكن لوحده بينشف بيبقى ناشف، فاهمين قصدي؟ فهجرب برضو المره دي وهقول. اهو بسم الله. شايفين الدقيق ده اهو؟ باين؟ باين صح؟ باين اهو. دقيق مخابز. بس انا مش عارفه والله، هو دقيق قمح صافي تقريبا اهو. مش بيمسك في الايد. الدقيق الاسترالي بيعلم في الايد، ده مش بيعلم. المهم يعني هجرب وانا ونصيبي، واللي هيطلع هناكله مش هرميه. تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ نجيب بوله كبيره واسخن ميه وتبقى سخنه من قبل ما نعمل اي حاجه. خبيث بقى مش هنركز مع النظافه والحاجات دي. هجيب ميه دافيه ونقعد هنا نفتح الباب نقفل الانوار، ونقعد بقى قاعده زي زمان كده، اللي هو نعيش اليوم شويه نرجع ورا. يلا. انا بس نفتح الباب الاول. انا حابه افتح الباب وانا قاعده اشتغل. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن الجو شمسه جميل ازاي، حلوه قوي. الدنيا متظبطه ازاي قدام الشقه. نسند بس الباب كده بالطوبه. راحت فين البتاع ده بقى اللي جوه ده؟
بطاطس، المطبخ نضيف. دي بطاطس مطلعينها الصبح من تحت اللي انا مخزناها، وعلبة كده كنت بقشر فيها بطاطس الصبح للولاد وكيس العيش. يعني الدنيا نظيفة، حتى البوتاجاز نظيف. تمام، يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. لايكات يا ولاد، لايكات لايكات. عارفه ان انا طولت عليكم قوي 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 المقدمه، بس معلش سامحوني المره دي، كاني بدردش معاكم يعني الفيديو عادي. تمام، يلا بينا يلا بينا. يعني شو يا ولاد، جبت الميزان، ننزل الدقيق بتاع القمح كده، نص كيلو. بسم الله، بسم الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. البانيو فيه ميه عشان انا كنت غسلاه دلوقتي، ما عنديش غير ده كبير. نزود كمان شويه، مش مشكله يعني، مش حاجه تقول لا. انا كده كده هضيف عليه ميه دلوقتي. كده كيلو دقيق قمح. تمام، ان شاء الله يطلع عيش حلو ان شاء الله. ما انا اللي كنت عاجنه هناك عند اخواتي على فكره، والله العظيم. وانا اصلا ما كنتش عجنت من زمان جدا، بقالي سنين، بس لوحدي كده عجنت وقلت لهم على المقادير وعجنت وكان عايز زي الفل، عادي خالص وجميل. طبعا هم ممكن يشوفوا الفيديو ده ويصدموا ان انا اصلا ما عجنتش من زمان وازاي عارفه العجين، بس هو عادي يعني، هي بتبقى هوايه كده يعني، فاهمين؟ وما شاء الله بتبقى بركه من عند ربنا، كل ما تحطي ايدك في حاجه تيجي كده يعني، فاهمين قصدي؟ في حاجه اسمها استمراريه برضو، بس دي ما كانتش استمراريه الحق يا حبيب الله يعني، ان انا بقالي سنين. ايام ماما الله يرحمها كانت عايشه، وبعدين آه اللهم صل على كامل النور، اشترت لنا غله وطحناها وخبزنا مره تقريبا او مرتين، وبعد كده بصراحه كسلنا، فاهمين؟ مرضناش نخبز، كسلنا بقى. العيش بتاع الطابونه موجود والله العظيم، وودينا برميل برميل مليان دقيق للناس فلاحين عندنا يحطوا له الحواء عشان باظ من الركنه. تمام كده خلاص، حطيت الدقيق القمح. هاتي بقى 3 كيلو على كيلو دقيق استرالي، 2 كيلو على نص كيلو، 4 كيلو على كيلو ونص دقيق، زي ما انت عايزه يعني، مش مقدار واحد. ده الدقيق الاسترالي اهو، لونه حلو، مش عايز نخل بس انا هنخل، هي غثاء جميله، انا احب انخل الدقيق بتاعي. لغايه لا يكون الفيديو مش مفتوح. يا لهوي استنوا ما اشوف، الحمد لله مفتوح. يا حلاوه يا اولاد لو ما كانش مفتوح، الواحد لازم يخس شويه. يلا نحط نص من ده عشان هنحتاج النص التاني. ده في مقدار نص. نشوف اهو، ميزان حلو قوي 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 في البيت بصراحه. الميزان ده نعمه نعمه، واللي يكرهها يعمل والله بجد، مهما كان سعره. انا قلت ده نص، لا طلع 300 جرام، ناخد 200 جرام كمان بس كده، خلاص كده. بسم الله بسم الله، خلاص كده. ده الدقيق اهو، نحط دول في بعضياتهم هنا، هنستخدمهم تاني. تمام، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هنحط خميره، يا تحطها كده يا تحطها في شويه ميه دافيه مع شويه سكر وتسيبها تفوق. تمام اهو، نحط كده على بركه الله اهي. طبعا احنا في الشتاء، ودول 2 كيلو ونص تقريبا دقيق، فهنستخدم الاثنين اهي. تمام كده، لسه ايه الملح والسكر بس، والميه الدافيه انا عملتها جهزتها بالسكر والملح. يا ولاد كبشه ملح اهي، عايزه تزودي زودي، معاها كبشه سكر. السكر ده خشن شويه بس معلش هيدوب. نعمل ايه بقى؟ بسم الله، بسم الله. صدقوني بقى انا عندي بيكنج باودر، لو عندي باكو مفتوح ولا حاجه هجيب.
اهو. نقيت بيكنج باودر يا ولاد. يلا نحط شويه اللي باقيين دول، هما شويه صغيرين مش هيعملوا حاجه يعني، معلقه مش موجوده عندك مش مشكله. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كده، نقلب حلو قوي. طبعا انا يعني ايه بدندن معاكم، معلش هبقى اسرع لكم الفيديو حتى لو صوتها هيبقى عامل شويه مستعجل، بس ايه انا بحاول اخر بس انا خايفه اخبز لوحدي عشان اقعد قدام الفرن وهبطط وادرج واشد المكنه موال موال يا اختي موال. بس احب مع قلبي برضه. بسم الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. استنوا علي. بسم الله. نضيف الميه بالتدريج كده اهو. مش عارفه الكاميرا بتصور ولا ايه يا ولاد، وروني كده. ايوه ماشي اهي تصور. نحط ايه ميه في الاركان كده عشان ايه الدقيق اللي صابت دي، ولا بيقولوا صابت ولا مش عارف بيقولوا ايه، راسب دي يدوله ميه ويجي معانا في العجين. بسم الله الرحمن الرحيم. استنوا بقى عليا عشان اقوم ايه قلت واكل. هنربش يعني هنربش. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص خلصت العجين، هسيبه يخمر، هغطيه ببطانية او اي حاجة لما يخمر كويس جدا ساعة ساعتين على حسب، وهرجع لكم تاني. ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ اللهم بارك. انا بصراحة سبته ساعتين علشان بس نبقى ايه واضحين مع بعض كده. طبعا بتفرشي في الارضية يا ردة يا دقيق ابيض، اي حاجة موجودة عندك علشان تقرصي عليها. طبعا احنا هنقرص العجين اللي معانا ده كله وهنسيبه حوالي ربع ساعة نص ساعة لحد ما نحضر الفرن، نحميه لحد ما نركب المكنة الكلام ده كله. شايفين ما شاء الله اللهم بارك العجينة طرية جدا وناعمة، ولسه طبعا بكمل تقريص معاكم وهتشوفوا الوقت. بعد ما بقرص بجيب قماشة مبلولة مية مندية كده، ابلها ميه واعصرها واقوم مغطيه التقريصه بتاعتي كلها عشان وش العجين ما يبقاش نشف معايا ولا يقشف ولا الكلام ده كله، تبقى طريه كانها يعني لسه انت عجناها. طبعا العجينه بتاخد عجن كتير لحد ما العجينه تنعم في ايديكي، وملمس العجينه لازم يكون فيه نسبه تلزيقه كده عادي، ما يبقاش فيها مشكلة. ده لازم يبقى فيها نسبة تلزيق عشان تبقى طرية معاكي وجميلة جدا والعيش يطلع طري من الفرن. خلاص كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. انا طبعا قرصت كبير عشان بصراحة انا لوحدي وهخبز لوحدي، فالموضوع هيبقى صعب عليا شوية، فانا قلت انجز يعني، فاهمين قصدي. فلان بنوتي كان وراها درس، هي قعدت معايا في البداية كده اول رغيفين بسطتهم لي وانا كملت الباقي بقى. مش عشان اصور وانا سايبه اللي ورايا في نفس الوقت يعني. لا 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 مجهود عظيم حقيقي. شربوه ماما، شربوه معلش. النبي يا محمد لو هتنزل هات الستاند وانت نازل. فين الدراجات؟ الدراج اللي جنبك ده. يلا
جايباني كويس. اه اعملي زوم على ايدي كده وشوف العجينه طريه قد ايه ما شاء الله. هات المطرحه اللي نزلت. عايزين نعمل دقيق شويه. زمان ما عملتش. حلوة؟ آه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ألف عليك. نفخ قوي على فكرة، انا عينيا وجعتني. إيه؟ حطيلي المطرحة فين؟ المطرحة اللي وراك ده له. فتحة كويس. هاتيني عادي، هات أي حاجة عادي ماشي؟ خليك أبقى شغال. الله يشكر. إيه؟ يلا اوعى شطرة يا ولاد دي ميعاد الأوامر اللي بسكر. حطيت سمنة وسكر كده، فردته، نعمله كده عشان ما يتفتحش في الفرن. نفرده كده شوية. نحطه على المطرح. بالشكل ده نحطه في الفرن. تعالوا معايا. نعمل غيره. هشوي السمك بقى واطلع اعمل شوية رز ابيض مع شوية سلطة ونتغدى كده بسرعة، لان انا خلاص هلكت وانا قاعدة اخبز لوحدي. بصراحة الموضوع طلع متعب وانا لوحدي، كان لازم حد حتى لو واحدة قعدت معايا
تشد على المكنة ولا حتى بطط وادرج واقعد قدام الفرن. لكن انا عملت كل حاجة لوحدي الحمد لله يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن. العيش طلع قابب وجميل قوي. انا عايزه اقول لكم انا بسجل دلوقتي مش قادره اقوم اصور لكم العيش جوه. ممكن ادي التليفون لملك تصوره علشان انزل لكم الفيديو دلوقتي على طول. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. تدوسوا لايك للفيديو، ولو اول مره تزوروا القناه اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده بامر الله. ده كان السمك كان بوري شويته كده يا ولاد ما شاء الله ما شاء الله. طار ازاي ونبيع جميل اوي. معلش بقى مش قادرة اقوم اصورهولكوا حلو. اللهم بارك. القبور بسكر اهو. هما دول بس يا لوكا حلوين.